السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مخبوزات وحلويات سعاد للمشاريع المنزلية. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير حبيباتي وصحتكم لاباس. كالعادة دائما مولفتكم على المشاريع المنزلية اللي حاب دير مشروعها سورتو في رمضان ان شاء الله 2026. جبت لكم يعني الوصفة الأصلية ولا وصفة المحلات تاع زلابية البنان على يعني بكل مصداقية على أكمل وجه. نتمنى ان شاء الله يعني ديروها كمشروعكم وتنجحوا فيها، ولا حتى لو كان ديروها لداركم لما لا يعني تفرحوا ولادكم ولا عائلتكم. يعني صدقوني حبيباتي الوصفه هذه يعني كي تجربوها صدقوني البنه تاعها يعني تماما كما اللي تشوفوا ولا بالك احسن منها. يعني دوك تشوفوا معايا كامل الاسرار وباش تنجحوا فيها من اول مره. شوف يعني الداخل كيفاش تجي كامل يعني تجي مقرمشه من برا، والداخل تجي طريه ومعسله. البنه تاعها يعني كما قلت لكم يعني الا جربتها ما حش تستغناو عليها. وبزيادة على هذا حبيباتي تقطع كمية كبيرة ما شاء الله، يعني تقدري ديري منها وفيها ربح كبير. الو حبيباتي نبداو بسم الله على بركة الله الوصفة تاعنا. يعني اول حاجة واش راح نديرو يعني العسل تاعها ولا الشربات ليسونسيال، ماشي العسل اللي تشروه، يعني ما تكونش عسل ثقيل وما يكونش شربات خفيفة. تبعوا معايا، هنا جبت الكاسونة تاعي درت فيها 2 كيسان تاع السكر العادي. واش راح نزيد لها؟ راح نزيد لها كاس ونص تاع الماء. يعني راح نديرو عسل كما نقولوا قطر، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف. هنا راح نحركوا السكر مع الماء باش ما يتكتلناش في القاعده. نحركوه مليح، نحطوه فوق النار، وكي يبدا يغلي لنا نحسبوا حوالي 10 دقائق على نار متوسطه ريحه القليله، ما نزيدولوش بزاف، يعني تكون نار متوسطه ريحه شويه القليله باش ما يعني باش ما يولي لكمش ثقيل بزاف. ومن بعد نطفيلوه ونخليوه حتى يبرد، يعني لازم نبداو به هو الاول. هنا واش راح نديرو؟ عندي كاسرونه حبيباتي راح ندير فيها السوائل. عندي هنا الكاس الاول تاع الماء، عندي الكاس الثاني، وريحه الثاني نزيد حوالي نص كاس تاع الماء. معناتها عندي 2 كيسان ونص تاع الماء. هنا تعمدت اني نكي لكم بالكاس بس كان عندكم كامل هذا الكاس تطلبوا مني الوصفات منه. هنا درت ربع كاس تاع الزيت. قلت لكم 2 كيسان ونص تاع الماء مع 4 كاس تاع الزيت مع قريصه تاع الملح ضروريه حوالي نص ملعقه صغيره مع 4 كاس تاع السكر. يعني سهله مهله، 4 كاس تاع الزيت قبلها 4 كاس سكر مع شويه تاع الملح و2 كيسان ونص تاع الماء. نحركوهم نحطوهم فوق النار حتى يبداو يغليو لنا. في هذا الوقت كنحطها فوق النار، انا نحطها فوق النار تغلي لي، ورايحه نوجد النواشف تاعي، يعني لازم نوجدهم من قبل. شوفوا حبيباتي هنا جبت الريسيبيو تاعي، حطيت فيه يعني نفس الكاس راني نكيل به. درت هنا 2 كيسان تاع الفارينه، ورايحه نزيد نص، يعني 2 كيسان ونص تاع الفارينه كيما درت الماء 2 كيسان ونص، درت الفارينه 2 كيسان ونص. زدت معاها مغرفه كبيره تاع السميد مع مغرف تاع المايزينا كيف كبيره. شوفوا يعني في المحلات صدقوني ما يديروش السميد وحده مع الفرينه، ولا يديروا المايزينا مع الفرينه، يخلطوا يديروا كميه، هما يديروا كميات كبار، يديروا الفرينه معها كميه من السميد مع المايزينا تعطيكم هذيك القرمشه، ويعني ما تطرش معكم، تبقى تقرمش وطريه لداخل لاطول مده. هنا شوف يعني حركت هذوك النواشف. هذا هو السر الثاني تاع المحلات اللي هو عطر البنان، يعني على به اسمها زلبية البنان. هنا بعد ما غلى لي هذاك الماء جبت مغرف صغيرة تاع عطر البنان، درته في هذا المرحلة، ما درتوش مع الاول باش تبقى النكهة تاعو يعني ما تروحليش في الغليان. هذه يعني نتوما ما ديروش مع الاول، ويعني جامي ديروا فيها كي يديروا فيها لافاني. زلابيه البنان ما تمشيش بلافاني، يعني تجي فيها عطر تاع البنان، تجي فيها هذيك النكهه والريحه كيما تاع برا. هنا كنت حركتها. شوف يعني الخليط تاعي الماء راه سخون، درته فوق مباشره فوق الفرينه مع السميد والمايزينا. نحركو بملعقه خشبيه يعني باش ما تغلبكمش وتقدروا تحركوها، يعني الخليط هنا يكون سخون، تحركوها كامل حتى تتحصلوا على عجينه متماسكه، يعني تشبه لاباتاشو. كاينين انا نشوفوا يعني بعض الفيديوهات يقولوا لكم تحطوها فوق النار تخلطوها، هي لا حبيباتي، يعني في المحلات كي تكون كميه كبيره ما كاش كيفاه يحطوها فوق النار، يعني يحطوا النواشف هكا في جفينه كبيره، ومن بعد ما يغلي هذاك الماء مع الزيت والسكر يعني يفرغوه مباشره فوق الفرينه ويخلطوه. هذا ما كان. المهم حبيباتي يعني لازم تتحصلوا العجينه تكون متماسكه وطريه، قلت لكم يعني تشبه لاباتاشو. في هذا الوقت يعني راح نديروا كما نقولوا نحطوها فوق البلونطو طرافاي ونبداو نعجنوا فيها. هذا ثاني سر من اسرار تاع زلابيه البنان تاع المحلات، لازم تتعجن يعني باليد.
انا راني نشوف قلت لكم يعني بعض الفيديوهات واش يديروا بعد ما يشكلوها يحركوها فوق النار ويحطوها في لابوش ويبداو يبوشيو فيها، يعني يقلوها في الزيت. هذه طريقه خاطئه، يعني الا حبيتوا تتبعوا الطريقه الصحيحه وحبيتي زلابيه البنان تاعك تجي مليحه وتجي كيما تاع برا ولا بالك احسن، هذه هي الطريقة الصحيحة. يعني بعد ما تحركيها تدخليها كامل هذيك السوائل تاعها تتحصلوا على عجينة. شوف يعني العجينة تاعنا ما راهيش ليس كما نقولوا، ما راهيش الوجه تاعها ملساء. انا واش راح نديروا، لازم نعجنوها شوية بيدينا باش تولي العجينة تاعنا تولينا شابة وتولينا ليس ونقدروا نبوشيوها. شوفوا واش راح نديروها، يعني معلو تكون شوية سخونة، مي يعني تقدروا تمسوها بيديكم عادي، ماشي هذيك السخونة اللي يعني تحرقكم. شوف كيفاش نديروا، نحاولوا اننا نعجنوها. شوف يعني ذاك اللون الشباب تاعها هذا هو ثاني كيفاش يعني الشكل تاعها لازم يكون. قلت لكم تولي هكا طريه وتولي ملساء، وثاني تولي ما تلصقش في اليدين. وما من اللون تاعها هذا هو اللون تاع زلابيه البنان، يعني باللون تاع العطر تاع الموز يرجعها اللون تاعها. هذه هي. المهم حبيباتي يعني تبقاو تعجنوا فيها حوالي 3 دقائق ولا 4، ماشي مده كبيره، 3 دقائق فقط. قسما يتسقم الوجهات تاعها في هذاك الوقت نحبسوا. هنا لازم تكون ثاني تكون دافيه، مع تكون لكم سخونه كي نعجنوها لازم تبقى لنا دافيه، نبداو نبوشيو فيها. هنا ثاني حبيباتي نعطيكم ثاني كما نقولوا خيارين. نتوما ما حبيتوا تجيبوا لابوش، يعني تبوشيوها في لابوش باللاديو تاعها تكون هذيك المسنه، ولا الطريقه الثانيه واش ديروا حبيباتي، يعني تجيبوا غير لادو وحدها يعني بلا لابوش. كاينين بزاف اللي يقول لك تعذبني ديك لابوش باش نخرج العجينه. هي من احسن تكون لابوش تاع القماش، ماشي هذيك تاع السيليكون. الا عندكم تاع السيليكون يعني حتعذبكم شويه. من الاحسن اللي عندها لابوش تاع القماش، يعني تخرج لها مباشره عادي تخرج لها. ولا ما عندكش حكمي غير لادو وحدها وتبداي تخرجي فيها الحبات تاعك. هنا شوف يعني بعد ما كنت عجنتها شويه حوالي 3 دقائق ولا 4، هنا كانت مازالت عندي دافيه. جبت هنايا كما راكم تشوفوا، هذه قلت لكم انا حنوري لكم فقط باش تشوفوا معايا، يعني هذه لابوش تاع السيليكون في هذيك يعني وريتها لكم تكون مسنه، يعني لازم تكون مسنه باش تخرج لنا هذوك لي تخي تاعها. هنا نجيبو هكا بابي كويسو ولا ما عندكش تقدري ميم غير طريشينه تحطيها، ونبداو نبوشيو في الحبات تاعنا. شوفي يعني هنا كي نبداو نبوشيو جينا شويه صعيبه. هذه قلت لكم الا عندكم تاع القماش تخرج لكم عادي، ولا ما عندكمش حكموا برك هذه لادو وحدها وخرجوا بها. هذه هي. هنا نبوشيو كما راكم تشوفوا. حبيتوا طول كما حبيتوا يكونوا طوال، حبيتوا يكونوا متوسطين في متوسطين، ولا يكونوا هكذا حتى حبيبات صغار، يعني اختيار يولي لكم. المهم يعني الوصفه هذه راهي ناجحه وكما قلت لكم يعني مضمونه. فوالا هنا مع الاول كنت درت حبيبات هذه بلا بوش، يعني ما عنديش تاع القماش، كنت درت بهذه. في المحلات يستعملوا تاع القماش، يعني تخرج لهم تخرج من حبات هايلين. قلت لكم هنايا كنت درت حبيبات بلا بوش، ومن بعد وليت درت غير بلادي وحدها. واللي جامي دارتها ولا ما فديرها ما تنجحلهاش، نتمنى ثاني يعني تتبعني فقط راح تنجح فيها وتسيها وتجربها. ولا يعني كما نقولوا اسهل منها ما كاش، راح تدعوا تجيك سهله. ثم ديريها وتولي يعني تعتمديها. بعد فين تولي تعتمديها كل يوم ديري منها كميه، يعني تقطع كميه كبيره. شوف والله يبارك هذه شحال قطعت لي، كنا درنا غير بالكاس كانت قطعت لي كميه كبيره ما شاء الله. هنا قلت لكم شوفوا يعني هنا درت غير بلادو وحدها. تشدوا شويه من العجين وتخرجوها، يعني قلت لكم الطول يولي لكم، حبيتهم قصر ولا طوال. ما ثاني في حبيتهم يكونوا شي رقاق ولا يكونوا خشان، نتوما ما حبيتوا. المهم حبيباتي هنا بعد ما نبوشيوهم قلت لكم نحطهم هكا في بابي، نخلوهم هكا يضربهم الهواء. هذه ثاني السر من الاسرار تاع المحلات. هنا بعد ما يوجدوا العجينات تاعهم يبوشيوهم، ومن بعد واش راح يديروا، ماشي مباشره يروحوا يقلوهم، لا هنا يخلوهم هكا كامل في البابي ولا في السنيوات، يخلوهم يضربهم الهواء. هذه يعني بزاف من الناس ما يقولوها لكمش. واش يديروا، يخلوهم يضربهم الهواء حوالي نص ساعه، ساعه 45 دقيقه. يعني المهم كي نعاودو نمسو الحبات تاعنا تولي لنا من الفوق ناشفه. علاش؟ باش يعني كي نقلوهم في الزيت الشكل تاعهم يبقى هو ما يتخسرناش الشكل تاعها. هذه يعني نتمنى ان شاء الله تاخذوا بعين الاعتبار كامل هذو النصائح والملاحظات اللي نعطيكم فيها. شوف يعني العجينه تاعنا شحال يعني بوشيت، شحال مازالت يعني تقطع كميه كبيره ما شاء الله. فوالا انا حنكمل كامل هذه الكميه، يعني نبوشيها ونخليها نخليها تنشف بجيه.
باش نبداو نقلو فيهم. نتوما ثاني يعني كي تحبي ديريها في رمضان ولا دير العجينه تاعك بوشيهم خليهم، يعني ما راكي مع شغلك ولا كي تكملي شغلك عاودي ولي لهم قليهم فقط، ومن بعد تكون هذيك العسل تاعك يكون ولا القطر تاعك يكون برد لك، يعني تقلي وتعسلي مباشره. هذه شوف انا بعد ما كملتهاش في الكميه الله يبارك نخلوها يضربها الهواء، يعني كي تمسي تقدري تبدي حبه عادي، ولا كي تمسيها تلقيها نشفت لك معناتها تقدري تقليهم. شوفوا يعني رفتها عادي، ما تخسرت لي ما تكسرت ما حتى حاجه، المهم يعني نضربها الهواء نشفت لي. هنا قلت لكم الزيت تاعي كنت درت هكا في كسيرينه، درت كميه من الزيت، يعني لازم كما نقولوا تكون زيت غزيره، تكون سخونه، ما تكونش نار قويه وما تكونش نار قليله، يعني تكون متوسطه الى هادئه باش يعني طيب لكم مليح لداخل ما بقالكمش عجينه. هنا كنت حطيت الحبات تاعي بعد ما كانوا نشفوا لي، فوالا بعد نحطهم يعني ماشي تمثل تدخلهم وتخرجوهم يحمر لكم من برا ومن الداخل يبقاو عجينه، يبقاو يطيبوا لكم حوالي واحد 4 دقائق وهم يطيبوا لكم باش يطيبوا لكم مليح مليح ويجوكم مقرمشين. ولا حبيتوا يعني هكا تحركوهم مع الاول ما تحركوهمش غير عقبوا واحد دقيقه ولا زوج باش ما تخسروهمش، ومن بعد كي تشوفوهم حكموا روحهم هكذا يعني تشوفوا الحبات تاعكم حكموا روحهم بداو يحمروا لكم، في هذاك الوقت تقدروا هكا تحركوهم بفرشيطه ولا هذيك لالوش ليسونسيال مع الاول ما تمسوش باش ما يتكسروش معكم. شوفوا يعني هنا وريت لكم فقط بلي الحبات تاعنا الشكل تاعها بقى هو يعني ما كما نقولوا ما تشقت لنا ما تكسرت ما تفتحت. هذه هي يعني الاسرار اللي عطيتهم لكم لازم تتبعوهم، يعني تبعوهم خطوه بخطوه باش تنجح معكم كامل. هنا ثاني نعطيكم ملاحظه نقولوا مهمه جدا، زلابيه البنان تاعكم جامي يعني تخلوها بيضه ولا تخلوها كما نقولوا يعني ماشي محمره مليح، هي كما تشوف يعني كي تشوفها من برا ولا يكون اللون تاعها تكون محمره رايح اللون تاعها للبني، هذه يعني ما تكونش بيضاء ولا تكون صفيفره، لازم تحمروها كما راكم ماشي تحرقوها مي لازم تحمروها مليح، يعني اللون تاعها يروح للبني. هنا بعد ما كنت نحيت الكميه الاولى اللي طابت لي حطيتها مباشره في هذاك العسل بعد ما كان برد لي، يعني الكميه اللي نقليها نرميها مباشره لداخل العسل باش تعسلنا مليح. لوطو يعني اللي طيب لنا الكميه الثانيه الاولى هذه راني نعسل فيها كما راكم تشوفوا نعسل فيها بيان سور العسل كما راكم تشوفوا فيه هنا مراش خفيف، ويعني مراش خفيف بزاف كيما الشربات وما راش ثقيل كيما العسل. يعني كي طيب لنا الكميه الثانيه نحو الكميه الاولى ونزيد نعسلوها يعني هكذا، يعني كل ما طيب لنا كميه نحوها نعسلوها في هذاك العسل يكون بارد، يعني لازم تخلوها في العسل مليح مليح حوالي 10 دقائق ولا باش تشرب لكم العسل وتجيكم يعني معسله حتى للقلب. فوالا هذه هي النتيجه تاعنا. شوف يعني زلابيه البنان تاعنا كيفاش جات الله يبارك، تجي محمره محافظه على الشكل تاعها معسله. قلت لكم يعني صدقوني يعني كي ماذا بيا دوك يعني هكذا كامل كي تشوفوا الفيديو تنوضوا كامل تسيوها وديروها، يعني مكونات بسيطه غير بشويه تاع فرينه مغرف سميد شويه مايزينا والماء وديريها فقط. الا عندك عطر البنان تقدري ديريها، الا ما عندكش يعني نتمنى لها التشريح وتسيه يعني وتجربيها ونضمن لك على ضمانتي ماش حتزيدي تستغني عليها تماما في رمضان، ما تزيديش كاع تشريها من برا. شوفوا الداخل ثاني هكذا يعني كيفاش تجي، قلت لكم مقرمشه من برا الداخل تجيكم يعني طيبه ما تجيش عجين طيبه ومعسله ويعني طريه الداخل هكذا، يعني جوزوها مع كاس تاع لاتاي هذا واش يوالم. هذه يا حبيباتي. هنا الا حبيت يعني ديريها كمشروعك قلت لك هنا نتحدث على اصحاب المشاريع، الا حبيت ديريها كمشروعك يعني تقدري يعني انت انا في عوض ما درت بالكاس انت يعني ديري الكيله تاعك كبيره يعني ديري بالمخفيه ولا، وقلت لكم يعني انا الكاس هذا كان خرج لي كميه كبيره الله يبارك. شغله يعني انت لا درتيها يعني هكا بغرفيه ولا يعني راح تقطع لك كميه كبيره بزاف. هذه هي. وتقدري هكا عندك كما دائما نقول لكم الا عندك زوج تاعك يحب يبيع لك ولا عندك وليداتك ولا عندك هكا تحطيها في السوبيرات ولا عند القهوه ولا سورتو هكا في رمضان نعرفوا بلي برا يحبوا هكا يحطوا صحاب طوابل هكا برا يبيعوا زلابيه قلب اللوز. تقدري هكا ثاني تتفاهمي مع اي واحد تحطي عنده، يعني فيها ربح ما شاء الله. فوالا يعني تقدري تحسبي السعر تاعها هكذا للكيلو حتى ل 35000 ولا 40000 للكيلو، يعني دوكا الزلابيه تاعنا راهي غاليه ماشي كما كانت بكري. وصدقيني يعني البنه تاعها الله يبارك نتمنى ان شاء الله ثاني تسيها حتى لدارك ولا تفرحي بها انتيا ولا عائلتك وتنجحي فيها، يعني عطيت لكم كامل الاسرار تاعها ما بخلت عليكم بحتى سر باش تنجحوا فيها من اول مره. فوالا نقول لكم حبيباتي تهلاو في روحكم، نتلاقاو كالعاده في فيديوهات خاصه بالمشاريع. نقول لكم يعني الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامه.